اهلا بيكم في فيديو جديد في القناه. الفيديو ده بالنسبه لي هو انا شايفه من اهم الفيديوهات اللي ممكن اكون عملتها الفتره الاخيره. ليه؟ لان الفتره اللي فاتت كنا بنتكلموا بالخطوات اللي هو تعمل واحد وتعمل اتنين وتعمل تلاته، لكن في الفيديو ده احنا عايزين نتكلم فيه ايه اللي يفرقك عن الناس، ايه اللي يخليك تنجح فعلا في النقطه دي. لان طبعا في ناس كتير ماشيه بالموديل ده، او في ناس كتير شغاله بنفس الطريقه، شغاله في نفس المنتجات. ايه اللي يخليك انت تفرق عنهم؟ هي دي النقطه اللي شايفها مهمه جدا ولازم يكون عندك خلفيه عنها. فان شاء الله الفيديو ده هنتكلم فيه. اهلا بيكم، انا عبد الرحمن ويلا بينا. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم فيه عن ازاي ننجح في الدروب شيبينج. الفتره اللي فاتت احنا كنا شغالين بخطوات، بمعنى ان في خطوات ستيبس احنا ماشيين عليها، وفي الاغلب كلها هتعمل نفس الخطوات، وفي ناس عامله الخطوات دي من زمان. بس ايه اللي يخليني انا افرق عنهم؟ دلوقتي انت لو شغال على منتج معين، ففي الاغلب بتخش على الشركه عندها فيديو تاخده ترفعه، بارك الله فيما رزق. في ناس بتعمل كده كتير جدا. هل بينجحوا؟ نادرا نادرا لما حد فيهم ينجح. طب ايه اللي يخليك تنجح؟ ان انت تبدا تمشي على النقطه اللي انا هقول لك عليها في الوقت الحالي. في البدايه طبعا عايزين نركز في نقطه الابتعاد عن المنافسه، ان انت تبعد نفسك عن المنافسه. طب ازاي هبعد نفسي عن المنافسه؟ في الشركه اكيد في ناس كتير جدا مشتركين فيها، دي اول نقطه. تاني نقطه، المنتج في الاغلب ناس كتير شغالين عليه بالظبط. طب ايه اللي بيظهر للناس؟ اللي بيظهر للناس حاجتين. اول حاجه الفيديو او الصوره، والكونتنت، الكلام اللي مكتوب عليه، ده اللي بيظهر للناس في الاول. بعد كده بيخشوا على الويب سايت عندك، بيبداوا ان هم يقروا الكونتنت في الويب سايت، المميزات، طريقه عرض المنتج بتاعتك، كل الحاجات دي هم بيقروها. في الاخر خالص طبعا بيبصوا على السعر. بعد لما بتكتمل كل النقط دي، بتيجي اخر نقطه اللي هم يضيفوا بياناتهم عشان الاوردر. فانت لو ركزت في الاربع نقط دولت، خلاص ان شاء الله اوعدك ان انت مش هتحتاج حاجه تاني. طب في البدايه هبعد عن المنافسه ازاي؟ زي ما قلنا، اول حاجه الفيديو، وهو اسمه الكرييتيف. الكرييتيف ده اللي هو الحاجه اللي بتبان للناس، سواء فيديو او صوره. فاحنا هنتكلم عن الفيديو او الصوره. وتاني حاجه وهي الكونتنت اللي فوق البوست او اللي تحت، على حسب المنصه اللي انت بتشتغلها. طب الفيديو او الصوره، لازم الفيديو او الصوره بتاعتك، كنت شارح في فيديو سابق على اليوتيوب ازاي تعمل الفيديو بتاعك. ويفضل، انا دايما برشحها، ان انت تطلب المنتج لو متوفر في بلدك، حاول على قد ما تقدر تطلبه، تعمل فيه كل حاجه، تصوره بجميع شتى الاشكال. انت هتفتح التيك توك مثلا، تكتب اسم المنتج، هتلاقي فيه اشكال كتير ظاهره لك. انت هتعمل الاشكال دي بنفسك وتطور فيها. فانت كده وصلت لنقطه ان انت معاك فيديو، مفيش احسن من كده. ما قدرتش تعمل النقطه دي، خلاص هتعمل فيديو عادي جدا، هتجمع فيديوهات، هتلاقي روح الفيديو التاني عشان الوقت، وهتعمل بنفس الطريقه. تمام. تاني حاجه عندنا الكونتنت. الكونتنت ليه الناس هتقف؟ يعني الناس دلوقتي بتسكرول. يعني على سبيل المثال تعال ناخد الفيسبوك. في الفيسبوك دلوقتي الناس بتسكرول على الابلكيشن، هيظهر لهم ايه الحاجه اللي هتخليهم يقفوا؟ انا دلوقتي وقفت، الصوره او الفيديو شدني، بصيت على الكلام اللي مكتوب. على سبيل المثال مميزات، مش هينفعني. احنا عايزين حاجه اسمها هوك. ايه الهوك دي؟ حاجه تخطف العين، حاجه اول ما تقرا. انا دلوقتي عندي مشكله، تمام. المشكله اللي عندي دي لما شفت الفيديو شفت حل المشكله، تمام. في الهوك بقى بيشرح لي ليه انا محتاجها. والله انت عندك مشكله في 1 2 3، كمل. فاهم الفكره؟ فانت لو اهتميت بالنقطتين دولت، فان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. ثالث حاجه وهي الويب سايت. لازم في الويب سايت بتاعتك تنقي الصور بعنايه تامه، ولو ما قدرتش توفر صور، تعمل ريسيرش طول اليوم. انت بتدور على صور بس. فطبعا دي مهمه جدا لازم تعملها. وبعد كده تخش الكلام اللي انت هتكتبه لازم يكون منسق، لازم في الوان ظاهره، لازم في طريقه معينه، ستايل بتاعك انت بتكتب بيه، لان انت محتاج تكون لجمهورك، ان انت تتكلم بلغتهم، تتكلم بطريقتهم. الحاجات دي طبعا مهمه جدا وهتفرق معاك. والسعر، نقطه السعر ده ليه فيديو لوحده طبعا، انا بس مش هتطرق ليه في الوقت الحالي، لان ده ليه قصه طويله هنتكلم فيها طبعا. دي بالنسبه لي اول نقطه لازم تهتم بيها. طب بعد لما عملنا كده، تاني نقطه الترندز، اللي هو طالما كتبنا بالعربي يبقى نكمل بالعربي. الترندات. احنا كدروب شيبنج احنا ملناش منتجات ثابته. انت كدروب شيبنج غير البراند. دروب شيبنج انت دلوقتي بتبيع منتج،
موجود. طب دلوقتي الترندات دي هتفرق معايا في ايه؟ لازم تكون متابع الترندات في البلد اللي انت شغال عليها. لو شغال على الامارات لازم تكون جوجل ترندز دي حاجات من الاساسيات بتاعت يومك. لازم تبقى موجود مثلا في سناب شات والتيك توك متابع الترندات اللي ماشيه. انستجرام نفس الكلام. هتفرق معايا في ايه؟ هتفرق معاك في حاجات كتير. الناس دلوقتي عندهم مشكله في نقطه معينه، انت وظيفتك حلال مشاكل من الاخر. يعني انت لازم الكونسبت بتاعك يكون كده، ان انت بتحل مشكله ما لاشخاص معينه. فالترند دلوقتي والله طالع 1 2 3 وفي مشكله 1 2 3. فانت لما تجيب منتج بيحل المشكله اللي ظاهره للناس وعرضته بسعر كويس وبالطريقه اللي احنا قايلينها فوق اللي هو الفيديو والصور والويب سايت، خلاص انت قدمت حل وبطريقه كويسه. ايه اللي هيمنع الناس انها تشتري؟ بالظبط هي دي الفكره. فانت لازم طبعا تكون متابع نقطه الترندات. وهتتابع الترندات دي ازاي؟ هتتابع الترندات دي ان انت بتخش يوميا برضو على الادس لايبراري بتاع الفيسبوك والتيك توك كرييتيف سنتر، لازم تكون يوميا موجود فيه. ليه؟ تشوف المنافسين بتوعك منزلين ايه؟ في ترند طالع هم منزلين كذا، طب ايه الشكل اللي منزلين؟ طب شكل الفيديو، طب التفاعل على الفيديو قد ايه؟ كل النقط دي طبعا محتاجه منك اهتمام. تخش على امازون تشوف والله المنتجات دي تقييمها عالي. طب المنتجات دي تقييمها عالي، فطبعا طالما تقييمها عالي شكرا انا هجرب عليها، هبدا اتست، هبدا اشوف فعلا اقدر اعمل بيها حاجه ولا لا. والنقطه الثالثه بالنسبه لي مهمه جدا وهي الوقت المحدد. ايه الوقت المحدد ده؟ الوقت المحدد ان انت لازم يكون عندك عقليه ان انت دلوقتي انا هصحى الصبح نص ساعه هشتغل على اني اعمل ريسيرش على فيديو، ده الاساسي بتاعي. مش نص ساعه انا هقعد على اللابتوب اشتغل، لا هي ما تعملش كده. لو عملت كده هتضيع معاك منك وقت كبير جدا. لا انت لازم يكون عندك عقليه ان انا نص ساعه شغلي كله ان انا هبدا اشوف فيديو للمنتج كذا، ساعه هبدا اعمل ريسيرش عن المنافسين بتاع المنتج كذا، ساعتين انا هعمل بيرسونا عن المنتج ده. ده لازم يكون عندك النقطه دي. مش هينفع يكون عندك والله انا بالنسبه لي انا هشتغل 4 ساعات النهارده. طب عارف هتعمل ايه؟ يعني هعمل فيديو وهعمل كونتنت وهعمل مش عارف ايه. مش هتحقق حاجه، هتلاقي اليوم عندك بيخلص. ماشي انا لسه عندي وقت كبير فانا ممكن انجز، بس هي مش هتنجز. فاهم الفكره؟ فانت اهم حاجه يكون عندك العقليه دي لو عملتها اوعدك ان انت هتحقق حاجات كتير جدا في وقت قليل جدا وفي وقت مناسب. تبقى عارف فعلا وقتك بيروح فين. هتعرف ان انت في الساعه دي تجيب فيديو وتطول كمان. فان شاء الله دي نقطه مهمه جدا لازم نركز فيها. والنقطه الرابعه، النقطة الرابعة وهي الصبر. انت لو عملت كل النقط اللي فاتت دي هتحقق الحاجات دي، لكن ايه نقطة الصبر دي؟ نقطة الصبر دي ليها علاقة بالاعلانات. خليك هادي كده يعني رايق في الشغل، بمعنى ان انت دلوقتي عملت كل الفيديو والصور والكونتنت ويب سايت ترند وعملت وقتك جمعت كل حاجة، ما فاضلش غير ان انت تعمل اعلانات. في الاعلانات هي مش بتيجي بيوم وليله، لازم يكون عندك النقطه دي. ما فيش يوم وليله. عمرك شفت قصه نجاح اتعملت في يوم وليله؟ مفيش. هل شفت حد بينجح كده لله وللوطن؟ مفيش. فانت لازم يبقى عندك النقطه دي، الصبر. خليك هادي. عملت الفيديو، شفت، قريت الارقام دي برضو ليها فيديو تاني ان شاء الله بشكل مفصل جدا يعني. دلوقتي انت شفت الاعلان بتاعك، عملته، حطيت ميزانيه، شغلته يوم، التاني مفيش نتيجه، خلاص انت كده فقدت الشغف بقى والموضوع مش هينجح لا هي مش كده خالص. انت لازم تبص على الارقام. والله انت رفعت الفيديو، رفعت الاعلان، بتبص والله انا في كليكات كتير على الويب سايت لكن مفيش مبيعات، بس يبقى بالهداوه كده معنى كده ان الناس كتير بتخش على الويب سايت مفيش مبيعات. طب ليه؟ حاجه من الاثنين، يا اما الكونتنت اللي في الويب سايت مش اقوى حاجه، ده اول هام. تاني هام ان السعر بتاعك في مشكله، تبدا تظبط دي. طب هتعرف منين؟ اداه مايكروسوفت كليرتي اللي اتكلمت عليها في فيديو قبل كده، دي هتضيفها عندك في الويب سايت، تشوف الناس بتخش على الويب سايت عندك بتعمل ايه. انا دلوقتي دخلت عندك في الويب سايت، عملت سكرول، طلعت. طب طلعت عند انهي نقطه؟ والله عند لما قريت الجمله دي ما شدتنيش فخلاص طلعت منها. والله وانا بسكرول وقفت عند السعر رحت طالع. فاهم قصدي؟
فانت النقط دي لازم تركز فيها، لازم فعلا تبص العميل بتاعك عايز ايه، طلع عليه، تخليك صبور، تبص على الارقام، تخلي النقطه هاديه خالص. طب الفيديو ده ما نجحش، مفيش مشكله، غير المنتج، ابدا بمنتج تاني، اشتغل على كل منتج كانه هو ده اللي هينجح. لازم تبقى عندك النقطه دي، اشتغل على كل منتج ان هو المنتج الناجح. لو اشتغلت على النقطه دي والله هينجح معاك واحد. وخدها مني كلمه، انا كنت شغال بنفس الطريقه وبقول لك على اللي انا كنت بشتغله، يعني الطرق دي انا اللي كنت ماشي عليها وما زلت ماشي عليها، فانت اهتم بيها بشكل كبير جدا. امسك كل منتج، هو المنتج اللي اتعب فيه، لازم تتعب فيه على قد ما تقدر، لازم تديله كل الوقت، لازم انت زي ما قلت لك انت حددت النهارده اليوم ده انا خلال ساعتين انا هجيب فيديو، انا خلال ساعتين هجيب فيديو بس، ما تبصش على اي حاجه تانية، ما تفصلش نفسك، افصل نفسك بعد الساعتين. خلال الساعتين دولت انت مركز ان انت بتجيب فيديو، خلال ساعه انت مركز ان انت تجيب كونتنت، شات جي بي تي مثلا تلعب معاه شويه، تبص على المنافسين، تجمع من هنا، تكتب بايدك. ساعه تانية بتحدد الصور اللي انت تحطها في الويب سايت، ما ينفعش تهزر في حاجات شبه كده. في الاعلانات اعمل اعلان بكل هداوه، انت عايز تستهدف مين؟ تستهدف الناس دي، طب والله لا اهتماماتهم ايه؟ كذا كذا، فيديو كذا، كونتنت كذا، شكرا. اول يوم جات لك اوردر 2 عدت، لازم برضو يكون عندك النقطه دي، لقيت ان الاوردرات اللي جات لك عدت مصاريفك، بمعنى ان انت دلوقتي صارف 100 درهم، جالك اوردرات بقيمه 300 درهم، شلنا ال 100 تفضل 200، والله 50 درهم قول الناس ما استلموش فتفضل معاك على ما اعتقد، مش فاكر الحسبه بس 150 درهم مثلا، ولا 150 درهم. فال 150 درهم دول خلاص ابدا ماشي، ما تعليش في ساعتها، سيب يوم تاني تالت اسبوع، ما توقفش الحمله، امشي بمبدا طالما شغاله ما تلعبش فيها. وحابب الصراحه ان انا انهي الفيديو بالجمله دي، وطالما انت بتسعى خلاص ما تقلقش يعني. وبكده نكون خلصنا الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ومن نجاح لنجاح، ومع السلامه.